التسويقية في الشركات قد نشرت بعد تخرجي مباشرة. واو. ووظفت في شركة كبيرة، يدفعون لي كثيرا بسبب الدكتوراه. مبارك لك. أشكرك. سأحذر، لا شهادة لديك، لهذا أنت عامل. بالواقع أنا... تفضلوا يا سيد كراول. شكرا. أتود كاسا يا سيد؟ دكتور رامسون، بالطبع أود ذلك. واو، لذيذة. أريد أن أعرف. أنت تمزح. ألا تعرف دوم برينيون؟ إنها إحدى أنجح علامات الشامبانيا المعتقة جدا في العالم. قصدت أن... لقد نسيت، لم تكمل دراستك، لذا لا تملك المال أو التعليم لتعرف هذه العلامة الفاخرة. اعذرني. انتبه. أو لا، أنا لم أقصد فعل هذا. انظر لهذا أيها الغبي، أنا لا أصدق. سأساعدك في تنظيفها، لا تقلق. أنا آسف جدا. انتبهوا، انتهت المزايدة على لوحاتنا وسنعلن الفائزين قريبا. لما تحاول شراءها؟ حسنا، لقد أعجبتني، فهي شبيهة بالحياة، وكما قلت لا تحكم على المظهر. ماذا تعني؟ كما ترى من الخارج هذه اللوحة تبدو بسيطة، إنها شكل عشوائي وخطوط فوضوية وحقل من الألوان، وإن تمعنت ستكتشف أن هذه اللوحة عمل فني مذهل وقيمتها لا تقدر بثمن. حسنا، لكن ما علاقة هذا بالواقع؟ التشابه. فمثلا منذ قليل ظننت أن عدم ذهابي إلى الجامعة وارتدائي لهذه الملابس يجعلني غبيا وفاشلا، لكن الواقع ليس كذلك. سيدي، قد أحضرتها لك. شكرا لك. يا رجل. أشكرك. وهذا ثمنه 10,000 دولار. هل أنفقت كل ما تملكه لتشتري هذا؟ يا سادة، صاحب المزايدة الأعلى على لوحة التكوين إكس، صاحب الحظ السعيد هو سيد كريس كراويل. مبارك لك سيدي. شكرا لك. مهلا. أنا لا أصدق. من أين لك بكل هذا المال؟ لم تذهب للجامعة؟ خلافا لما قلته، فأنا ناجح، ومنصبي المدير لسي سكويرد. أجل، أسميتها هكذا على اسم كروويل. أنت مالك هذه الشركة؟ أنا حقا لا أفهم. أحيانا تكون الحياة تجريدية، ليست كما تبدو للنظر. حظا موفقا يا دكتور.